ثم ظهوره من سرداب سامراء، فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية، بل هو من هوس العقول السخيفة، يعني العقول السخيفة اللي تؤمن بالمهدي زيك أبو علي، وتوهم الخيالات الضعيفة. دكتور شفتني هو حتى ابن كثير قال أنا على أبوك لا أبو كثير. أبوك يا ابن حرام. أنا أبوي ابن حرام. شفت سبيتني حتى تنزل. لا طحنت. يلا يا ابو يزيد ننتظر هالمناظره يوتيوب تنزلها. نزلها على اليوتيوب نزلها. يا دكتور سيبني دقيقة واحدة. تمام. من قال ان المهدي خرافة المهدي؟ عندك الامام ابن حزم تمام قال نصا واضحا ان قول اولاد، يعني هو روى هذا الحديث، المهدي الامام. الامام المهدي اللي رواه. وين رواه؟ ما هذا قرأت لك انا. يلا رد على الكلام مال رد. وين سنة وين رواه؟ هذا شنو هذا؟ ايش فيه هذا؟ انت اللي شبيك انت جيب لي اقول لك هو معلش يا معلم بس هو برضه مصدوق اول مره يسمع هذا الكلام. ايش فيك؟ هذا ايش فيك؟ انت اللي شبيك. ايش بيك؟ انت اللي ايش بيك؟ شارب بوطه قبل ما تيجي. اخي اهدى شويه الله يعزك الله يحفظك اهدى شويه. الروايه فيها السند لما وصل للعلماء بعد العلماء ابتدأ بالأئمة. أول واحد روى الحديث هو الإمام المهدي ثم عن أبيه فين الإمام المهدي؟ وين الإمام المهدي؟ لا حول ولا قوة. هاك تفضل تعال يلا. ما أنا قرأت لك الكلام. تفضل. هذا شوف يقول حدثنا محمد ابن الحسن ابن علي. هذا الإمام المهدي محمد ابن الحسن ابن علي عن أبيه الحسن المحجوب اللي هو الحسن العسكري، عن أبيه علي بن موسى الرضا، عن علي الهادي عن علي بن موسى الرضا. تفضل يلا إلى أن يصل إلى النبي. تمام يلا تمام يلا جاوب. هذا شوف محمد ابن الحسن ابن علي كيف يحدث الحديث وهو ما مولود. تمام ساعدنا ابو اليزيد يا دكتور كان بيطلب الصوت. لا جاوب انت جاوب. انا بجاوب يلا انا بجاوبك ماكو اشكال. السند ضعيف. يلا ماكو سند ضعيف. شنو سند ضعيف؟ اطلع لك ايوه سند ضعيف. انا مالي سلسلتك. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ابو زيد. ممكن ابو علي يفتح لنا المصدر ويقرا لنا السند شوي؟ تفضل. الله يا الله انا اقرا لك السند. اللي يتكلم بالسند اطحنا طحن. يلا. يقول اخبرنا شيخنا الامام. شوف الامام الجزري يقول اخبرني شيخي الامام جمال الدين بن محمد الجمال زاهد عصره. شوف وثقه الجزري زاهد عصره. اثنين يقول اخبرنا شيخنا ظهير الدين إسماعيل عالم وقته. شوف كله توثيق. أخبرنا أبو طاهر عبد السلام ابن أبي الربيع الحنفي محدث زمانه. أخبرنا أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن شابور شيخ عصره. أخبرنا أبو المبارك عبد العزيز ابن محمد ابن منصور إمام أوانه إلى أن يصل إلى الإمام المهدي. تفضل يلا حكتم واستمع. خلصت. شوف انا اتحداك تجيب لي ترجمة واحد بيهم من اي كتاب تراجم عند اهل السنة والجماعة. اتحداك هذول كلهم ذكرتهم. انا اجيب لك تراجم هو الرجل موثقهم. لا تقاطع يعني يلا لا تتحداني. الجزري يكذب علينا. يلا تفضل. لا تقاطع. يلا تفضل. لا تقاطع. هذا اولا. ثانيا في كتاب مناقب شنو الاولا الاول ما فهم. خلينا نفهم الاول بعدين تروح الثانيا. الاول خلينا بالاول. لا تقاطع. اي بس خلينا بالاول. فهمنا شنو مطلبك بالاول. لا تقاطع. تفضل يلا ما قاطع. ابو علي مقاطعتك تدل على الضعف
امام لما ينزل هذا اليوتيوب هذا على اليوتيوب الحوار تمام ما يفيدك ما عنده مشكله اخي خلص. انت خلصنا من الاول وبعدين اطفر للثاني. اولا شنو هو؟ يلا والله هذا شنو الاولا؟ اولا كلهم مجاهيل كذاب كلهم مجاهيل. يلا من قال كلهم مجاهيل؟ تفضل يلا اعطيني ترجمتهم. لا ما اعطيك، انت ادعيت ادعاء. اعطيني ترجمة. عزيزي ابو زيد، انت ادعيت ادعاء، ايش قلت؟ كلهم مجاهيل. اتفضل، من قال الامام الجزري مجهول؟ يلا، من قال الامام الجزري مجهول؟ الامام الجزري مجهول؟ هو اول راوي بالحديث، انت قلت كلهم. الامام الجزري انت قلت كلهم مجاهيل اللي روى عنهم. هو يقول انت قلت كلهم، هو اول راوي للحديث. طيب خلاص الان خليني اجاوبك. اهدى شوي. يلا تفضل. الشغله مو بالصوت، ترى نقدر نرفع صوتنا الان. انت الان عزيزي انت ادعيت ادعاء. اسمعني اخي، اسمعني. انت ادعيت ادعاء. لا تقاطع. يلا ما قاطع، بس اقول هذه الكلمه واسكت. انت قلت، اسمع، انت قلت كلهم مجاهيل، اول راوي بالحديث الامام الجزري، جهله لي. يلا تفضل. احسنت. الذين نقل عنهم، انا قلت ليس هو كلهم يعني الذين نقل عنهم. يعني تفضل جهل لي الامام الجزري الثقه. اسمعني نروح للنقل عنه. كلهم هسه والله عجيب امرك. كلهم يعني النبي مجهول عندك؟ الذين نقل عنهم هو النبي مذكور بالسند، النبي مذكور بالسنة، الحسين مذكور بالسند، علي بن ابي طالب مذكور. اسمعني عزيزي، حبيبي يا قرة عيني، انت تقول كلهم ابتدأ السند. تسكت؟ ممكن تسكت؟ قلت كلهم. انت رادك شوية تصفر. ممكن تسكت؟ اسكت تفضل. ممكن تسكت؟ اسكت تفضل. خلاص اسكت. اشرب شاهي، اشرب مت في بسوريا ايش اسمه؟ كمل سؤالك. شاهي شنو؟ شاهي، اشرب شاهي على بين ما اخلص. كتاب مناقب الاسد الغالب، ممزق الكتائب ومظهر العجائب، ليث ابن غالب، امير المؤمنين ابي الحسن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه، للعلامة شمس الدين محمد ابن الجزري، المتوفى سنة 833. هذا كتابه صاحب الكتاب. تحقيق طارق الطنطاوي ينقل هذه الرواية التي رواها الأستاذ أبو علي سمير الجلاد الدكتور في بث الدكتور محمد. هذه الرواية تقول: أخبرنا شيخنا الإمام جمال الدين محمد ابن محمد، إلى آخر الحديث. أقرأ جمال الدين ايش بيه هذا؟ ما نريد نعرف عزيزي. جمال الدين منو هذا؟ ايش بيه؟ محمد ابن. خلاص اهدى. تفضل اقرأ السند كله. جمال الدين محمد. ابشر تدلل، اقرأ لك السند واقرأ لك المتن، لا تزعل. تفضل. طيب. يلا تفضل. أخبرنا شيخنا الإمام جمال الدين محمد ابن الجمالي زاهد عصره. الله أكبر. أخبرنا الإمام سعيد الدين محمد بن مسعود محدث، هذا توثيق محدث فارس في زمانه. زاهد عصره. أخبرنا شيخنا. لا تقاطع يا أبو علي. بدك ننهي الحوار؟ لا يعني لا بس واحدة مو احنا. انت مو قلت الرواية واحد الان؟ بس استاذ ابو يزيد حبيبي بس اسمع واحد. يا رجل يا دكتور نظم وقت. دكتور نظم وقت، كل واحد وقته. يلا خلاص كل واحد وقت. يلا اسمعني ولا نساوي وقت. خلاص خلينا نخلص الحوار ونختلف وننهي الحوار واحنا سامعين بعض. طيب فضل. أخبرنا شيخنا ظهير الدين إسماعيل ابن المظفر. شوف شو اسمه، شيخنا ظهير الدين إسماعيل ابن المظفر ابن محمد الشيرازي، عالم وقته،
أخبرنا أبو طاهر عبد السلام ابن أبي الربيع الحنفي محدث زمانه. طبعا هاي الألقاب كلها بس بالسند هون، ولا إلهم أسماء مكان ثاني أبدا. الله أكبر الله أكبر. أخبرنا أبو بكر عبد الله. يا أخي اسكت يا أخي اسكت، سيبك من حركات الصبيان هذا، أنت رجل كبير. وين بابا قلت الله أكبر لا إله إلا الله. تفضل أبو اليزيد. خلاص قولها وأنت مسكر الصوت، قولها وأنت مسكر الصوت. طيب أخبرنا أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن شابور القلانسي شيخ عصره. أخبرنا أبو المبارك عبد العزيز محمد ابن منصور الآدمي إمام أوانه. يلا هاي لعيونك يا أبو علي. أخبرنا سليمان بن إبراهيم ابن محمد ابن سليمان نادرة دهره. حدثنا أبو صالح أحمد ابن عبد الملك ابن علي النيسابوري غريب وقته. حدثنا أبو طاهر محمد ابن محمد ابن محشن الزيادي. محشي الزبادي ولا محشي الزيادي ابن محشن الزيادي فريد دهره. حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن هاشم البلاذري حافظ زمانه. حدثنا محمد ابن الحسن ابن علي إمام عصره. حدثنا أبو الحسن ابن علي السيد المحجوب. حدثنا حدثنا أبو جعفر ابن محمد الصادق. حدثنا أبي محمد ابن علي الباقر. حدثنا أبي علي ابن الحسين زين العابدين ابن علي. حدثنا أبي الحسين ابن الحسين ابن سيد الشهداء. حدثنا أبي علي ابن أبي طالب سيد الأولياء رضي الله عن سيدنا علي. حدثنا سيد الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال أخبرني جبريل سيد الملائكة قال قال الله سيد السادات إنا لله إنا لا إله إلا الله إني أنا الله إني أنا الله، لأنه الخط صغير عندي أنا فاتح من نفس أنا كبر لك إني أنا الله. لا ما في مشكلة. إني أنا الله لا إله إلا أنا من أقر لي بالتوحيد دخل حصني ومن دخل حصني أمن عذابي. كذا وقع هذا الحديث بهذا السياق من المسلسلات السعيدة العمدة فيه على البلاذري والله أعلم. الآن هذا المصدر اللي عندك، الكتاب اللي أنا ذكرته مناقب الأسد الغالب لابن الجزري لشمس الدين الجزري، هذا الكتاب موجود عندك أبو علي بتحقيق طارق الطنطاوي أم لا؟ نعم عندي نعم. طيب ممكن تفتحه عندك، تفتح لنا إياه كاميرا التحقيق وتنزل تحت تشوف شو قال عنه المحقق. شو قال عنه؟ شو قال؟ ايه شو قال؟ شو قال عنه؟ شو قال المحقق عنه؟ شو دخلي بالمحقق؟ غير الجزري ينقل عن البلاذري. ايه شو؟ طيب افتح لنا الكتاب اللي عندك، افتح الكتاب اللي عندك وانزل تحت التعليق. هذا يقول وفيه من لم أقف. يلا شبيه يهدأ شبيه. وفيه يلا. من لم أقف على حاله والحديث أخرجه الشيرازي في الألقاب كما بوم شنو بوم شنو بوم شنو. يلا اكتم مستمع. مجاهيل فيه مجاهيل اكتم مستمع. يلا مجهول مجاهيل اكتم مستمع. ها الآن ضحكت. يلا تفضل. يلا اكتب. شوفوا يا اخوان، انا تكلمت عن الجزري، جاب لي الطنطاوي يقول وفيه من لم يقف. اصلا الحديث متواتر بين السنة والشيعة. الحديث كلمة لا اله الا الله حصني، فمن دخل حصني امن عذابي، حديث متواتر بين السنة والشيعة. بوم هاي الشغلة ما تفيدك بوم، انا مؤلفها هاي البوم ما تفيدك. الحديث اصلا متواتر بين السنة والشيعة. انا نقلت كلام الجزري، الطنطاوي حقق الحديث. الطنطاوي يقول وفيه من لم اقف، وما قال ضعيف، هو ما وقف على حاله، هو ما وقف على بعض الروايات حالهم، هو ما وقف. واضح؟ اصلا ماكو تضعيف للحديث،
ويقول الطنطاوي. منو هذا الطنطاوي؟ هذا الطنطاوي منو اللي سوى محقق؟ الحديث متواتر بين السنة والشيعة. بالله قول بوم مرة ثانية. أنا أنقل كلام الجزري اللي يوثق الرواة. يجي واحد يحقق كتابه يطلع ضعيف. الآن مثلا إجا عبد الله بن أحمد يقول كل ما ما في المسند فهو سنة الله ورسوله، ومن لم يكن خارج المسند فليس صحيح. اجى شعيب الأرناؤوط الذي يقول عنه الألباني من أصحاب الهوى، حقق الكتاب. اجى أحمد زين حقق الكتاب. أنا أريد كلام أحمد، أنا أريد كلام الجزري، أنا نقلت كلام الجزري. وهذا الحديث متواتر بين السنة والشيعة، كلمة لا إله إلا الله حصني. السلسلة الذهبية موجودة كما يقول البيهقي ويقول الجزري ويقول غيره من العلماء. تريد تضعف كلمة لا إله إلا الله حصني؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. لذلك يا أخوان هؤلاء الناس، شوفوا هذا كتاب التوحيد لإمامهم الفوزان، اكتب واستمع. هذا إمامك الفوزان شوف شو يقول. خلنا نطلع. لا تنطنط، لا تقول تنطنط. اكتم. هو أنا بالرواية. لا تنط، خليك اكتم. لا تهرب من الرواية. لا خلينا بالرواية نفسها. ولك اكتم. لا تهرب. يزيد اكتم لا تقاطع يزيد. تمام. لا ليش بتكتمون انا وهو ما تكتموه؟ استمع. شوف اكتبوا في مداخلته بالله عليك. انت شوف يا دكتور، هذا إمامه لما قطعك انا كتمته، لما قطعك انا كتمته، والراجل قاعد حط ميوت لما تخلص. يا اخي اكتم خلينا يا ابو علي يا سامي ديما تجيب يا عم بالله عليك يا سامي. ينفع في مداخلة الرجل يعني. شوف يا دكتور، هذا الإمام ابن القيم يقول ولو كان كل رجل ضعفه رجل سقط حديثه لذهبت عامة الأحاديث الصحيحة من أيدينا، فقل رجل من الثقات إلا وقد تكلم فيه آخر ولم يسلم من طعن، ورجال الصحيحين قد جاوزوا القنطرة، فلا الالتفات إلى كلام من تكلم فيهم. ولك هذا دين، احنا نعرف شلون نصدق، هذا دين. وهذا الرجل الطنطاوي ايش قال؟ ما ضعف الرواية أصلا. الرواية الطنطاوي أنا شو العلاقة بالطنطاوي؟ يقول هناك من لم أقف على حاله، ضعيف مو ضعيف موثق، هناك من لم أقف، ما ضعف الرواية أصلا الطنطاوي. قال هناك من لم أقف على حال بعض الرواة، خلاص هو ما وقف، فما ممكن تسقط الرواية، لأن هو أصلا الحديث شنو هو؟ الحديث متواتر بين السنة والشيعة. إمامك الجزري تفضل، إمامك الجزري وثق كل الروايات. لذلك السيوطي ايش قال؟ تفضل. ما هو هذا الكلام عزيزي يرتبط بكلام آخر، أنا ما تركت الرواية، هذا بغية المسترشدين. تفضل، هذا بغية المسترشدين. شو يقول لإمامك الحضرمي؟ يقول ونقل السيوطي عن شيخه العراقي إن المهدي ولد سنة 255، قال ووافقه الشيخ علي الخواص. تفضل، هذه الرواية متعلقة بهذا الكلام. تفضل، كيف ينقل السيوطي عن شيخه العراقي إن المهدي ولد 265 ووافقه علي الخواص؟ يلا لك المايك. تفضل يا ابو اليزيد، انت محاور عظيم يا ابو اليزيد، بس مش تشخصن بالله. كبرني يا دكتور. انا كبرتك. شوف فيه من لم يتوقف على ترجمتهم. اوعى تشخصن بالله عليك. هذا يعني لا ما شخصا، فيه من لم أتوقف على ترجمتهم. طبعا كلام ابن القيم هذا يقصد إذا أجى راوي معروف وكان بعض العلماء ضعفوه وأتى فيه توثيق وجرح غير مفسر فلا يسقط الراوي ويوثق. مش تجيب لي ناس مش مذكورين أصلا وصوفي، وأصلا من علماء الصوفية والمجاهيل، وأصلا السند في مجاهيل. أنا يا جماعة راح أكتفي بوجود مجهول واحد بالسند. تعرفوا مين هو المجهول بالسند اللي راح أطلعه؟ احذروا مين؟ محمد بن الحسن العسكري، هذا مجهول. أنا راح أثبت لك أنه مجهول كونها الرواية سنية. محمد بن الحسن العسكري مجهول يا أخوان، أثبت لكم أنه مجهول. عندنا إحنا السنة مجهول هذا الرجل. شوف
هذا كتاب تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير. شوفوا يا أخوان، شوفوا البوم هاي لأبو علي. قال: فذكر أن اسمه يواطئ اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه واسم أبيه، يعني واسم أبيه كمان يطابق اسم أبو النبي، يعني اسمه محمد عبد الله. فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما، وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده. من هو؟ محمد الحسن اللي انت جبته بالسند. ثم ظهوره من سرداب سامراء، فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود له بالكلية، بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة. بوم! هاي لك يا أبو علي. الآن أثبت، هاي أسقطنا لك الرواية بالمهدي، لأنه المهدي عندنا مجهول، وهذا هذا أحد الرواه المجاهيل. وهذه الرواية التي أتيت بها يا أبو علي، لا إله إلا الله، إني أنا الله لا إله إلا أنا، من أقر لي بالتوحيد دخل حصني ومن دخل حصني أمن عذابي. هذا حديث ضعيف ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة. فيا أستاذ المحترم لا تحتج علينا بحديث في المهدي، لأنه المهدي محمد بن الحسن العسكري رجل مجهول. هذا مجهول، جايب لي سند عن مجهول. خلص وقتك. تفضل. شكرا يا دكتور محمد. لا حد يقاطع، لا حد يقاطع يا اخوان، لا حد يقاطع. يلا كبرني دكتور، كبرني يا اخي. اسكت وقتي. يا حبيبي لا تزعق علينا، لا تزعق علينا. اسكت يا عمي، اسكت. يلا اسكت. تمام دكتور كبرني. حديث لا اله الا الله مجهول. يلا. لا حول ولا قوه. لا اله اني انا الله لا اله الا الله، حديث مجهول. تفضل يا اخوان. يقول المهدي مجهول. والله العظيم صرت مسخره. تمام. سير اعلام النبلاء للذهبي. هذا منو؟ منو هذا؟ منو ابو يزيد؟ المنتظر الشريف ابو القاسم محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي. ابن علي الهادي. يلا اكتم من وقتك شري. اكتم بابا. شوف، الشريف ابو القاسم محمد ابن الحسن العسكري ابن علي الهادي ابن محمد الجواد ابن علي الرضي ابن موسى ابن علي الرضي ابن موسى الكاظم ابن جعفر الى علي بن ابي طالب سلام الله عليه. هاي ترجمة الامام المهدي في سير اعلام النبلاء. يقول الامام المهدي مجهول. تفضل. علماءك مخابيل يترجمون الى مجاهيل. الذهبي مجنون. تجاوز، لا تتجاوز. مو انت تقول مجهول وترجم له الذهبي. اكتب بابا، اكتب. عادي المجاهيل يترجم لهم، عادي. ليش قاطع؟ ليش قاطع؟ يذكر عنهم مجاهيل ويكتب ما قال عنه مجهول. اكتب تحفة الطالب بمعرفة من ينسب إلى عبد الله بن أبي طالب للعلامة السمرقندي. تفضل. هذا منو؟ الإمام محمد المهدي. وأما ولده محمد المهدي ابن الحسن العسكري ابن علي الهادي ابن محمد الجواد ابن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، فهو الثاني عشر من الأئمة. 2. عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب. تفضل. يقول مجهول. هذا في ترجمة الإمام الحسن العسكري. يقول وهو الإمام أبو محمد الحسن العسكري، وكان من الزهد والعلم على أمر عظيم، وهو والد الإمام المهدي صلوات الله عليه، 12 الأئمة عند الإمامية. مختصر تحفة الأزهار وزلال الأنهار في نسب أبناء الأئمة الأطهار. ها أخوان، هذه كلها مصادر سنية كلها. شوف، أبي الحسن علي
ابنه أبا محمد الحسن وأبا القاسم محمد. هاي الشجرة، هذه الشجرة الزكية. 3 الإمامك الصفدي، انت احسن من الصفدي، كتاب الوافي بالوفيات لإمامك الصفدي. تفضل. هاي ترجمة من؟ ترجمة الحسن العسكري. ايش بيه دكتور؟ دكتور، هاي ترجمة الإمام العسكري. شنو فيه هذا؟ ايش قايل عنه؟ وقد الإمام المنتظر. إيه؟ والد الإمام المنتظر. والد. الله أكبر. إمامك الصفدي يقول العسكري والد الإمام المنتظر. كيف مجهول؟ تفضل. الشجرة الزكية في أنساب وسير آل بيت النبي أو النبوة. تفضل شوفه. هاي الشجرة الزكية. الإمام موسى الكاظم، علي الرضا، محمد الجواد، علي الهادي، الحسن العسكري، محمد المهدي. بعد أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ لإمامك القرماني. تفضل. هاي ترجمة من؟ يقول فصل 11 في ذكر أبي القاسم محمد يقول فصل 11 في ذكر أبي القاسم محمد الحجة الخلف الصالح. الله أكبر. بعد صمت النجوم الغوالي في أنباء الأوائل والتوالي. تفضل. هاي ترجمة من؟ ترجمة من؟ الإمام الحسن العسكري يقول ألقابه واشتهر بالعسكري، ولد بالمدينة كذا كذا، إلى أن يقول شوف وخلف ولده محمدا وهو الإمام محمد المهدي بن الحسن العسكري بن علي التقي، إلى أن يصل إلى علي بن أبي طالب. وهو الصحيح ولد في يوم الجمعة منتصف من شعبان. يقول وكنيته أبو القاسم وألقابه الحجة والخلف الصالح والقاسم والمنتظر وصاحب الزمان والمهدي، وهو أشهره. أنا أكتفي بهذا العدد من توثيق الإمام الحجة. الآن الرواية أثبتنا صحتها من كتب علماء أهل السنة. رد لي على كلام السيوط. لا تقاطع لا تقاطع لا تقاطع لا تقاطع لا تصيح لا تصيح بابا. لا تقاطع، جاي أتكلم. لا تقاطع. الله يسلمك بابا. لا يسأل سؤال يا أبو معاوية. سيبه يسأل سؤال أبو. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يا أبو معاوية اسكت. خلي ثواني معاه. أبو معاوية اهدى. أحسنت. اهدى يا رجل. خلي. خلصت يا أبو علي؟ بس هذا إلزامي. خلصت يا أبو علي؟ نعم اهدى لي. شوف يا أخوان، أنا نقلت الرواية ووثقت الإمام المهدي. اسمع. تفضل. في بغية المسترشدين يقول نقل السيوطي عن شيخه العراقي إن المهدي ولد سنة 255 ووافقه الشيخ علي الخواص. رد على هذا الكلام 3 علماء، وذكره أحمد الأرملي 4 علماء. أما قولك في قول ابن الجوزي قال الجرح المفسر، هاي من كيسك ابو يزيد. هاي مو من الجوزي، هذا من كيسك، احنا ما نريده. الجوزي شوف شو يقول، حتى هذا الزامي لك يجب ان تجيب عليه. الجوزي هذا كلامه، ابن القيم هذا كلامه. تفضل. يقول ولو كان كل رجل ضعفه رجل سقط حديثه لذهبت عامة الأحاديث. ماكو جرح مفسر أو غير. هو ما ممكن يكون الجرح إلا مفسر. أنت تكذب على ناس يعني بهذا المستوى، عجيب أمرك. تمام. سقط حديثه لذهبت عامة الأحاديث الصحيحة من أيدينا، فقل رجل من الثقات إلا وقد تكلم فيه آخر. هذه قاعدة يضعها ابن القيم، ما قال مفسر أو غير مفسر. جاوب. الرواية أنا صححتها، أنت احتجيت على الإمام المهدي صححتها. أما قولك اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، لا، عندك روايتين. عندك رواية هذه اسم أبيه، هذه زيادة من ابن زيدة أو ابن زبدة. عندك روايتين، رواية تقول اسمه اسمي وانتهى كما يرويها الترمذي. واضح؟ الآن الرواية صحيحة. جاوبني على كلام السيوطي. تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يا شباب، لما حاصرت أبو علي وأجهزت عليه وأثبت له أنه المهدي الشيعي من تفسير ابن كثير مجهول عندنا وخرافة، ذهب أول مصدر فتحه إيش؟
سير اعلام النبلاء للذهبي. اول شيء بس قبل انا ما قاطعك، شوف انا ما شتمتك، اسمعني لا تقول خرافه، دكتور محمد انا تجاوزت عليه. هو عند اهل السنه يا ابو علي، هو حتى عند اهل السنه ماكو خرافه عند اهل السنه. انا عارف نعم ماكو شيء اسمه خرافه، لا تقول خرافه. ابن كثير قال هذا قول العالم. يا يزيد هو ده اعتقاده، هو ده بيعتقد وخلاص. بالك واحد بينكر المهدي سيبه لا يقول خرافه. يا دكتور هيو شوف ايش قال. هو بالنسبه لي يا ابو علي ليس له في ناس بتطعن في النبي، ايه المشكله؟ تفضل يا ابو يزيد. ليس له حقيقه ولا وجود بالكليه. طيب شوفوا يا شباب الان شلون ابو يزيد السني راح ينهي ابو علي قدامكم امام الجميع. نبدا باول مصدر عرضه ابو علي، فتح سير اعلام النبلاء واخرج عنوان المنتظر. هذا العنوان المنتظر شايفينه يا جماعه؟ وتطلع ترجمته. ابو علي من وقتي افتح الكتاب وكمل القراءه، تفضل. التي تعتقد الشيعة بعصمتهم. يلا انت يلا اقرا، انت اقرا وانا ارد عليك. اقرا انت مو فاتح، اقرا. يلا رد علي. لا رد علي يلا. انا افتح، بدي اياك تقرا انت. شوف ابو علي انا اعرف وعيونك اعرف والله اتحداك تقرا الترجمه. ما والله ما ابو علي اقرا الترجمه يلا. اقرا انت يلا، جاوب على الذهبي يلا. شنو يشتغل؟ شوفوا يا شباب ابو علي الجلاد ايش سوى؟ خلاني انا قرات له الحديث اللي هو جابه بكل روح رياضيه، وقلت له اشرب الشاي ومتى وظلنا نشرب شاي مع بعض انا وياه ونقرا وبراحتي ومروق وقاعد. الان انا اطلب منه يقرا الترجمه اللي جابها، مش قادر يقراها. ليش ما تقراها؟ تفضل اقرا لنا المنتظر بكل عز وفخر. اقرا لنا ترجمه المهدي من الذهبي، كملها. وعيونك قريتها افتح الكاميرا. قريتها انا افتح الكاميرا وقراها كامله، كملها لتحت يلا. حبيبي اقرا، انت اقرا. لا اقرا كامله، اقرا انت اقرا. طيب يلا انا افتح لك وانت تقرا، شو رايك؟ يلا لا انت اقرا. يلا شوف يا اخوان والله حافظه كلام المنتظر. يلا انا راح اقرا. الان هذا ابو علي يستدل بالذهبي لكي يثبت المهدي الذي اثبتنا انه مجهول. وقال ابو علي الشريف ابو القاسم محمد ابن الحسن العسكري ابن علي الهادي ابن علي محمد الجواد ابن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن زين العابدين علي ابن علي ابن الحسين الشهيد ابن الإمام علي بن أبي طالب العلوي الحسيني. نكمل. خاتمة 12 سيدا الذي تدعي الإمامية عصمتهم، ولا عصمة إلا لنبي، ومحمد هذا هو الذي يزعمون أنه الخلف. ينكر العصمة. لا تقاطع. ينكر العصمة، أثبت الولادة. هالشنو هذا كمبوزي. خلاص شكرا لك. بابا نكر العصمة ما نكر الولادة. ضعيفة يا ابو علي. لا تقاطع يا ابو علي، نفسك انا مرة تسنن والله العظيم. ولك نكر العصمة ضعيفة يا ابو علي. يلا نكر العصمة. دكتور انت وياه انا راح اسكت. المقاطعة. عيد كلام الذهبي. يلا. التي تدعي الإمامية عصمتهم، يعني أنتم فكيف بمن أحالك على مستحيل؟ يعني المهدي يعني على طولة العمر مستحيل يكون مولود. هذا مو مولود، مو موجود. ايش قال بعدين؟ والإنصاف عزيز، فنعوذ بالله من الجهل والهوى. يعني إن كنتوا جهلاء يا شيعة يلي تقولوا عن الإمام المهدي إنه مولود. فيا أستاذنا المحترم الذهبي قال إن كنتوا أنتوا ناس جهلاء، بس واحدة تنتظروا واحد أبو يزيد غير معصوم. واحدة لا تقاطع. لا تقاطع. فمولانا الإمام علي من الخلفاء الراشدين المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه نحبه أشد الحب، ولا ندعي عصمته، ولا عصمة لأبي بكر الصديق،
وابناه الحسن والحسين فسبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدا شباب أهل الجنة لو استخلفا لكانا أهلا لذلك. فيا أبو علي أنت جايب ترجمة تجلدك جلد وتبين أن المهدي الذي أنت تدعيه هو غير موجود وهو مجهول عند الذهبي، وقال أنه هذا مستحيل. هذا لا ما كملت الآن أنت، هذا أول مصدر في مصادر كثير راح نرد عليك الآن. طيب شو ترد علي؟ واحدة أبو علي لا شيء قاعدين، لا تقاطع لا تقاطع يا رجل، خلاص أنا محتاج تحترمني. يلا بس احنا نريد نفهم القراءة بالله عليك، بس اهدى شوي اهدى. والله العظيم هذا الدين، هذا الدين. نريد نقرأ كلام الذهبي يا أبو علي. أبو يزيد حبيبي، تريد تغلبني بس اسمح لي والله ما قاطعك، والله إلى كل وقت، بس اسمعني أنت تريد تغلبني أو تريد وجه الله؟ والله أريد وجه الله. تريد وجه الله. خلينا نقرأ كلام الذهبي كلمة ونفهمها. جزاك الله خير. لا مش هسه، لما خلص وقتي. شفت يعني تريد تغلبني ما تستطيع. طيب شوفوا يا جماعة، يلا ماشي أنا ما استطيع. الناس يعرفوا مين اللي ما استطاع يقرأها، الناس يعرفوا. الآن السؤال يا جماعة الخير، الآن أبو علي سؤال بسيط من وقتي وأكمل وقتي. هل ولادة الإمام المهدي ثبتت عن طريق السنة؟ سنة وشيعة حسب المصادر. نعم. وأكبر دليل كلام الذهبي. أحسن. بس ارجع الكلام الذهبي بالله عليك. الشيعة في الميزان. لا تقاطع. يلا. الآن أبو علي يقول، أبو علي أمامكم قال ولادة المهدي ثبتت عن طريق السنة. حلو. هذا كتاب الشيعة في الميزان، محمد جواد مغنية، الصفحة 92. يقول: غاية الأمر أن خروجه في آخر الزمان ثبت بطريق السنة والإمامية، يعني عند السنة وعند الإمامية يوجد مهدي سوف يخرج آخر الزمان. أما ولادته فقد ثبتت بطريق الإمامية فقط. أبو علي، هل هذا الرجل كذاب؟ افتح الصوت جاوب. اكتم. لا صادق. يلا جاوب. يلا اكتم واستمع الإجابة. لا اكتم. شوف اكتم. هل هذا كذاب؟ تريدنا نتكلم ولا لا؟ كذاب. تريدنا نتكلم ولا لا؟ اسكت. ابو علي ثواني يا ابو يزيد، ثواني ابو يزيد لحظه بفهمكم. ابو يزيد اذا سالته انتظر جواب تفصيل. غيرك خلي يرد. لحظه يا شريف انا قاعد. لا انا من وقتي هذا السؤال. لا ما عليه ابو يزيد، هذا السؤال من وقتي. ما عليه ابو يزيد، ما عليه من وقتك. لا جاوبني من وقتي. استنى يا تاجر. ابو علي يجاوب جاوبني. كذاب. دي مداخلة ابو يزيد. كمل مداخلتي. هل محمد جواد مغنية الذي كذب ابو علي الجلاد وقال انه ما ثبت عند السنة، هل هذا هو كذاب مع ابو علي كذاب؟ مين كذاب فيكم؟ خلص الوقت حتى جاوب. خلص الوقت. جاوبني. لا فيش وقت يا ابو علي. هو صار يتكلم يا دكتور. ما باخذ الوقت اللي انت عايزه. ما يصير هيك والله، يصير مملة يا دكتور، والله تصير مملة. جاوبني يا بطل. لا يكتم حتى جاوبني يا ابو علي. حبيبي اكتم. يلا جاوبني من وقتي. جاوبني. اكتم حتى جاوبك. اكتم. شوف يا اخوان، كلام مغنية لا يختلف عن كلامي طرفة عين. تمام. هذا الضحك من قلة الادب، ترى من دون سبب، من قلة ادب، وان شاء الله انت مو قليل ادب، بس اهدأ شوية واستمع للآخر. ما يختلف. تمام. هرب من كلام الذهبي اللي تحديته به. تمام. اجى يقول ثبت، يعني اعتقادنا نحن نعتقد انه ثابت عند اهل السنة، موجود في رواياتهم وهم ينكرون هذا الكلام. هذا كلام مغنية، واضح؟ هو هذا معناه كلامه. الآن عزيز يرجع لنا إلى كلام الذهبي، واشرح لنا كلام الذهبي حرف. الذهبي لم ينكر الولادة، نكر الإمامة والعصمة. يلا جاوب. كمل مداخلة. يلا كمل مداخلتي. شوف يا جماعة، شنو كمل؟ صار لك هواي تتكلم، صار لك هواي. لا تقاطع. خليك هادي، أعصابك باردة زي. شوف كيف الرجل صاحب الحجة والدليل، صاحب الدليل وصاحب الثقة بالنفس
والذي يعرف أن يا عقيدته أستاذ ما يفيدك هذا الكلام عمي، وقتي أريد أتكلم أنا. لا تقاطع. اللي يعرف أنه عقيدته حديد هذا يكون هادي وواثق من نفسه. أما اللي عشان ننظم وقت بعد نعم كده نعم حاول انت تختصر عشان هننظم وقت بينكم. ماشي دكتور. أنا هسه هو الآن شوف دكتور هو طيب. يتكلم على السريع ويعرض كثير، أنا قاعد برد عليه بهدوء عشان المستمعين يفهموا بس عشان يفهموا. الآن الرجل الواثق من نفسه ويعرف عقيدته حديد يكون واثق من نفسه. أما الرجل اللي عقيدته ضعيفة يظل ينطنط بين المصادر ويفتح. ترى أنا عندي آلاف المصادر على هذا الكمبيوتر، واقدر اطلع لك كتب الان من عندي وابلش افتح لك كتب واقرا لك مصادر. لكن نحن نتكلم خير الكلام ما قال ودل. انت قلت ان محمد جواد مغنية كلامه نفس كلامك، وانت قلت ان عند اهل السنة والجماعة ثبتت ولادة المهدي، واخرجت الكتب واحتججت بنصوص مجتزأة من كتب لكي تثبت ولادة المهدي المجهول عندنا. فهذا قال أن ولادته ثبتت بطريق الإمامية فقط، وانت تقول إنه كلامه نفس كلامك. كيف كلامه نفس كلامك يا أبو علي؟ ما أعرف أنا كيف شلون كلامه نفس كلامك وهو يخالف. خلصت؟ الآن راح نروح وين يا جماعة؟ عمي شنو تروح وين؟ شنو دكتور؟ شنو مصدر ثاني يا عمي شنو مصدر ثاني؟ تكتب خلينا نفتهم. لا ابو اليزيد استنى لا كفايه اكتب بابا اكتب عزيزي. شنو بالحوار ماشي. احمد الرملي هذا اسمه احمد الرملي شايفينه والشعراني. بابا اكتم بابا اكتم المداخله الثانيه يا حبيبي، في المداخله الثانيه يا دكتور. بص يا كتمه مثل ما كتمت شو ما تكتمه دكتور. انا ما طلعت فهمني بس يا ابو اليزيد في المداخله. كبرني معلش انا ما طلعت الا مصدر هو طلع 20 مصدر يا اخي. طب تمام افهم. طيب في المداخله الثانيه مش لازم يكون بس اهدى. تمام. شوف يا اخوان يا تاج حط 3 دقائق لابو علي و3 دقائق شا دكتور. هو يتكلم بس انا قابل هو يتكلم. انا اعتبر ما على اعتبرها من جديد وانت اول مداخله. يلا تم. شوف يا اخوان هذا كلام الذهبي. أين قال الذهبي مجهول؟ هذا المنتظر الشريف أبو القاسم الرجل كمبوجي يقرأ ولا يفهم، راح نعلم القراءة والفهم. الشريف أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي إلى أن يصل إلى علي بن أبي طالب العلوي الحسيني. يقول خاتمة 12 سيدا الذين تدعي الإمامية عصمتهم. هاي على من الكلام؟ مو على الولادة، على العصمة. ولا عصمة إلا للنبي ومحمد. يا عمي اكتب التشبيه. عيد الوقت. والله عجيب. شنو هاي؟ شوف الذين تدعي الإمامية عصمتهم ولا عصمة إلا لنبي ومحمد هذا هو الذي يزعمون إنه الخلف الحجة وإنه صاحب الزمان. نعم هذا ادعاءنا تمام. وإنه صاحب السرداب هذا ادعاء كاذب من الذهبي تمام. وإنه حي لا يموت هذا ادعاءنا. حتى يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما ججورا. فوددنا ذلك والله وهم في انتظاره من 470 سنة. ومن حالك على غائب لم ينصفك فكيف بمن حالك على مستحيل. إنه مستحيل يعيش الإنسان هذه الفترة 470 سنة. إذن الذهبي لا ينقض الولادة. الذهبي تكلم عن العصمة وتكلم عن طول العمر. كيف يعيش هذه الفترة؟ ومن أحالك على غائب لم ينصف فكيف من أحالك على مستحيل. يقول مستحيل إنسان يعيش هذه الفترة الزمنية. وهذا يخالف القرآن لأن نوح عاش 950 سنة فقط رسالته. إذا عاش أكثر من 950. إحنا نرد عليك وعلى الذهبي. واضح؟ الذهبي ما تكلم، لم يقل مجهول ولم ينكر الولادة، نكر العصمة وطول العمر.
والكلام واضح، اللي يحب يراجع يا اخوان. الذهبي تكلم عن طول العمر وعن وعن العصمة، ما تكلم عن الولادة. زين، سؤال هنا، هو الذهبي يترجم لشخص هو لم يولد؟ يترجم لشخص لم يولد؟ عجيب والله عجيب. نعم يا ابو علي، يترجم له وهو في بطن امه، يترجم له. زين، اين الذهبي قال؟ ليش قاطع؟ اين عيد لي الوقت، هاي ثاني مرة قاطعني، عيد لي الوقت. تمام، سيبني الوقت. لا تقاطع حبيبي ابو يزيد. تمام، استنى يا ابو علي، استنى يا ابو علي. لا تطلع مصدر. ابو يزيد كان باقي عن كبر يا فاجر. الله اكبر. زين الله دكتور، اكبر. لحظه يا ابو علي بالله عليك، بالله عليك. دقيقة بس. الصوت يا عمي، انت ما تتدخلش يا ابو اليزيد، لسه وقت. الله اكبر. الصوت دعم ابو اليزيد بوردتين يا اولاد. الصوت دعم وردتين. الله اكبر. اخيرا هان علي يا اولاد. عيد لي الوقت، عيد لي اياه، عيد لي الوقت. عيد الوقت ابو علي. لحظة بس ابو علي، قبل لا اعيد لك الوقت تنبيه. ابو يزيد كان باقي عنده 50 ثانية وانت قاطعت، ونفس الشيء بسوي لك، اذا قاطعت كل دقيقة بعيد لك الوقت. صح. عيدوا دقيقة، عيدوا دقيقة. اسكت. حتى لو باقي 5 ثواني وقاطعك بازيد لك. إذا قاطعني بتعيد له. تمام، يلا تفضل. شوف يا دكتور، الكتاب الذهبي شو اسمه؟ سير أعلام النبلاء، صح؟ وهو ذكر المهدي، يعني المهدي يتكلم عن سيرة أعلام النبلاء. يعني هذا علم من أعلام الأمة الإسلامية الذي يتكلم عنه الذهبي. واضح؟ الذهبي نكر أمرين، نكر تمام طولة العمر، ونكر العصمة. ما تكلم، ما قال مجهول، ولم يقل لم يولد. تمام. شوف يا أخوان، هذا كتاب الفتن للإمام المروزي. تفضل. يقول: حدثنا أبو عبيدة أو ابن عيينة عن عاصم عن زر. طبعا هذه زر به كلام، يقولون اختلط. عن عبد الله عن النبي قال: إن المهدي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، وسمعته. دكتور اسمع، من أقل ثابت عند أهل السنة، وسمعته غير مرة لا يذكر اسم أبيه، والحديث صحيح. 2. حدثنا الوليد عن أبي رافع عمن حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي قال: اسم المهدي اسمي، وسكت رسول الله. تمام، وسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا الآن يا أخوان قدمت أدلة كثيرة من كتب أهل السنة بولادة الإمام المهدي. كلام السيوطي الذين رآه، كلام علي الخواص، كلام الأرملي، كلام البغدادي، كل هؤلاء العلماء الأمة الإسلامية ذكروا ولادة الإمام المهدي وقالوا إنه ولد. سؤالي لك يا أبو يزيد، ترد على كلام السيوطي وعلى علي الخواص وعلى البغدادي، تمام، وترد على النبي يقول تمام: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. يقول إمامك الهيثمي والبيهقي: وفي أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت إشارة عدم انقطاع متأهلا منهم للتمسك به إلى يوم القيامة، كما الكتاب العزيز. من هو من أهل البيت الذي أمرنا النبي أن نتمسك به الآن حتى يتم هذا الحث كما قال إمامك البيهقي؟ تفضل. خلاص تمام. الله اكبر. الصوت الكويتي عمال يدعم بورود يا اولاد، عمال يدعم بورود. الصوت متسلف فلوس يا اولاد. يحيى الكويت يا اولاد. الله اكبر على الورود يا اولاد. يلا تفضل ابو يزيد. شوفوا يا جماعة،
ابو علي ما جاوبنا على محمد جواد مغني، هل صدق ام كذب محمد جواد مغني يا ابو علي؟ افتح الصوت. لما قال المهدي غير مولود عند السنه، مثبت ولادته عند الشيعه فقط. صدق ولا كذب؟ ما قال هكذا جواد مغني. صدق ولا كذب؟ انا جاوبته قلت لك صادق. امام اهل السنه وصل يا ابو علي. علامة السقوط علامة الرضا يعني كذب. يلا امشي. امام اهل السنه وصل. انا قال له صدق 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 صدق. كمل كلام. اقرا الكلام كامل. اقرا. انت مو قلت لي افتح المايك. عيد الوقت. شنو عيد الوقت؟ هو قال لي افتح المايك. لحظة أبو علي. ثواني يا أبو علي بنظم. أبو يزيد هكر بس ولا ايدي من لا دكتور، هذه هدية يا حبيبي عيد الوقت. ما عليه، بعيد لك الوقت ابو يزيد، بعيد لك الوقت، بس بقول لك شغله، اذا بتسال الوقت يا ابو يزيد هنعيد لك الوقت، بس انتوا مش واخدين بالكم مين اللي على القسط. ما تصبر يا ابو علي، انت ما انتش فاهم مين اللي على القسط. امامي احمد سالم. الله اكبر. احمد سالم وصل يا اولاد. الله اكبر. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. خلوا الشيخ ابو يزيد. دكتور خلوا الشيخ ابو يزيد. هو ليش عيد له الوقت؟ هو قال لي معلش عيد الوقت. ما عليه خلاص خلي يعيد الوقت. اقرا كلام محمد جواد. اقرا كله كامل. اسكت. شنو اسكت؟ ما عليه. اقرا كلام كامل. لحظه ابو يزيد. ابو يزيد خلي اعيدوا له وقته. ما بيصير اعيدوا له وقته. ما بادي الوقت. ما بادي الوقت. ما عليه. اسكت. احمد سالم وابو علي وابو يزيد نقطة نظام. ابو يزيد اذا بتسأله انتظر منه جواب تفصيلي لين خلي يقرأ كلام جواد مغنية كامل. يلا ما عليه. تفضل يا ابو يزيد، هذا الوقت اعادة كامل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب شوف، محمد جواد مغني في كتاب الشيع في الميزان قال: إن القول بخروج المهدي وولادته وكل ما يتصل به لا مستند له إلا الأحاديث النبوية. غاية الأمر أن خروجه في آخر الزمان ثبت بطريق السنة والإمامية، أما ولادته فقد ثبتت بطريق الإمامية فقط. فمحمد جواد مغني عيد الوقت. أنا طلبت منك تكمل. أبو علي أنا أقول لك اكمل. عيد الوقت. اكمل. يلا اكمل الكلام. عاد الوقت. يلا. أما ولادته فقد ثبتت بطريق الإمامية فقط. فمحمد جواد مغني يكذبك يا أبو علي. الآن نرجع لروايتك اللي أنت ذكرتها وتتهرب منها وتنطنط بين المصادر. إيش قال؟ نقل السيوطي من شيخه العراقي وقال: وذكر أحمد الرملي. هذا إصبعك أبو علي، شوف إصبعك هاي مبين. أحمد الرملي أن المهدي موجود، وكذا الشعراني. مين هذول أحمد الرملي والشعراني اللي جابهم؟ شوف هاي الدكتور محمد كان موجود، شوف منور الدكتور. طيب من هم هؤلاء؟ الله أكبر يا دكتور. هذا كتاب موسوعة الله أكبر، موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام، الدرر السنية. قال: لكن المتصوفة يقولون أنه ولد العسكري أنه ولد للحسن العسكري ولد، وهو الذي سيخرج مهديا كعقيدة الشيعة تماما بدون أدنى تغيير. فاسمع ماذا يقولون. إلى أن قال: أخبرنا الشيخ حسن العراقي ماشي المدفون فوق كوم، إلى أن يقول: وافقه على ذلك سيدي علي الخواص رحمهم الله، إلى أن يقول: وهذا وحده كاف لبيان تأثر التشيع في التصوف. فهذا هذا صوفي شيعي. أيضا في كتاب نفس الكتاب يذكر من الشعراني ثم يقول الشعراني: قلت وبذلك قال سيدي علي الخواص، إلى أن يقول يتكلم عن غلوه في سيدنا علي، وهذا الغلو في علي بن أبي طالب عندما يقارن بالغلو الشيعي فيه، فإنه ولي عند المتصوفة هو علي بن أبي طالب. فأنت جايب لي أسانيد صوفيين، وهذا أحمد الرملي هذا صوفي، هذا واحد صوفي يا رجل، صوفي من غلاة الصوفية المتشيعين، تحتج بهم على أهل السنة والجماعة، وتقول الذهبي كيف يترجم لمجاهيل، كيف يترجم لناس مش موجودين.
هذا الذهبي يا أستاذ ترجم لرتن الهندي، قال الذي زعموا أنه صحابي. ذكر النجيب عبد الوهاب الفارسي الصوفي أنه توفي في حدود سنة 32، وذكر النجيب أنه سمع من الشيخ محمود وأنه بقي إلى سنة 900 بتكلم عن رتن، وقال الذي زعموا أنه صحابي، وانتم زعمتوا أنه المهدي معصوم. قال إنكم زعمتوا أنه معصوم. بعدين الذهبي نفسه يتكلم عنه في الضعفاء. هذا الرجل يقول رتن الهندي اللي زعم أنه صحابي أظنه لا وجود له، بل هو اسم موضوع. فالذهبي يتكلم عن رجل ويقول أنه يزعمون عنه وهو مجهول زي ما هديك. هذا الدليل انه شفت شلون معلمك. تمام شلونك جاهل. تمام. شوف هسه ليش تقول جاهل؟ ابو يزيد والله تريد تهرب يعني. انت جاهل ما يعلم عادي. يلا يا صاحب الجهل المركب، يلا يا صاحب الجهل المركب، يقول لي هذا صوفي مغالي في علي بن ابي طالب. شيعي، الصوفي شيعي يا اخوان. تمام. هو ليش هرب من هاي؟ شوف هذا اللي يبتر يقول نقل السيوطي شنو؟ شيعي. شيخه العراقي شيعي. علي الخواص شيعة دولة؟ ها؟ دول علماء؟ أخي أشعري أنت تختلف وياهم بالصفات، شو له علاقة أشعري؟ مسلم سني. أنت شنو أشعري؟ هو أنت لو ما أشعري أنت من عندك دين؟ أو أنت عندك دين لو ما الأشاعرة؟ أنت منو؟ أنت منو يعرفك؟ أنت السلفي، أنت المعاصر، أنت منو يعرفك؟ هو الأشعري منو؟ غير هو صاحب السنة. أنت منو قال لك أنت سني أصلا؟ السيوطي يقول إن المهدي ولد سنة 255 ووافقه علي الخواص فيكون عمره 958. واضح؟ وهرب من الرواية يا أخوان مال الجزري هرب منه. سألت سؤال آخر ولكم والله جريمة احنا نحاوركم. سألتك سؤال، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. اتفضل، جبت لك كلام البيهقي، هذا إمامك المناوي. تفضل جاوب، النبي كاذب ولا صادق؟ هذا إمامك المناوي يقول تنبيه. تفضل. قال الشريف هذا الخبر يفهم من وجود من يكون أهلا للتمسك به من أهل البيت والعترة الطاهرة في كل زمان إلى قيام الساعة حتى يتوجه الحث المذكور إلى التمسك، كما إن الكتاب كذلك، فلذلك كانوا أمانا لأهل الأرض فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض. من هو من عترة النبي الحي اليرزق حتى يتم حديث النبي؟ من هو؟ جاوب. نقلت لك كلام إمامك الهيثمي. تفضل. يقول إن الحث على التمسك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهلا منهم للتمسك به إلى يوم القيامة. ما ممكن أن ينقطع. الله تبارك وتعالى يا أخوان والله نفهمكم سنة وقرآن. الله تبارك وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض. اضطريت أطلع وجهي. اضطريت أطلع وجهي. لأن كلامه ما يقوله، حتى لا تقاطعني، كلامه حتى الجاهل ما يقوله. الآن خلاص كبرني. شنو يخلص وقت؟ غير قاطعوني. خلص وقتك. يلا ولا يهمك. يلا جاوب على أسئلتي. جاوب. خلص وقتك يا أستاذ. الرواية اللي جبتها فيها المهدي والمهدي مجهول، الرواية ساقطة. وهذا من علماء قال المهدي مجهول. فتاوى الشبكة الإسلامية. لحظة لا من علماء ترجم للمهدي وقال مجهول. يلا دكتور، هذا إلزامي. دكتور يا أما تلزمه يا ينتهي الحوار. من علماء الأمة ترجم للمهدي. استمع. عيد لك الوقت. أنت قلت استمع.
يا رجل اهدى لا تتكلم. ما والله ما اتركك، والله ما اكمل حوارك، والله ما اكمل حوارك. الوقت ينعاد، الوقت ينعاد. ايه اسمع اسمع، راح يعاد يا ابو يزيد. الوقت لك 20 دقيقة. اسمع لك 20 دقيقة. من علماء الأمة ترجم للإمام المهدي وقال مجهول؟ من علماء الأمة ترجم للإمام المهدي وقال مجهول؟ بعد ما أخرج من هذا السؤال، وإذا قلت مرة ثانية مجهول أشقك بالنص. يلا، من علماء الأمة؟ من علماء الأمة؟ إلك ربع ساعة مو 5 دقائق مو 3 دقائق. يلا. ولعت ها انحرقت ضربك ابو يزيد خلاك تولع. طيب ولا شو ضربني؟ ابو يزيد يتكلم من عز. يلا تفضل. مش قادر تصبر، مش قادر يصبر. شوف شلون يا شباب، شفت شلون ادمره. طيب الان الله اكبر. شوف يا اخوان، شوفوا الان ابن كثير قال انه مهديك مجهول. الدليل: وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامراء، فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية، بل هو من هوس العقول السخيفة، يعني العقول السخيفة اللي تؤمن بالمهدي زيك أبو علي، وتوهم الخيالات الضعيفة. دكتور شفتني هو ابن كثير قال أنا على أبوك لا أبو كثير. لا أبوك يا ابن حرام. أنا أبوي ابن حرام. شفت سبيتني حتى تنزل. لا طحنت. يلا يا ابو يزيد ننتظر هالمناظرة يوتيوب تنزلها. نزلها على اليوتيوب، نزلها. يا دكتور سيبني دقيقة واحدة. تمام. من قال ان المهدي خرافة المهدي؟ عندك الامام ابن حزم تمام قال نصا واضحا ان قوله لا